بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن صحة وفي أحسن حال دايما يا رب. جايلكم النهارده في فيديو جديد، وصفة جديدة هنعمل مع بعض زي ما انتم شايفين كده. نعمل شوية محشي ورق عنب وكمان شوية بتنجان، محشي ورق العنب والبتنجان. الاتنين مع بعض بيبقوا حلوين جدا يا جماعة. مش لو عايزة بقى تحطي سطرين فلفل، تحطي طماطميتين كمان، بس احنا بنبقى نعمل محشي ورق العنب مع البتنجان بيبقى حلو قوي. ورق العنب لسه موجود في السوق الايام دي، هو يعني ايه، ممكن تلاقيه بعض الناس كده معاهم ورق ناشف. ما تجيبيش الورقه الناشفه، يبقى هات الخضراء اللي هي ايه لسه طريه وحلو. معايا كده حله على النار اهي، حطيت فيها نصها ميه وغلينا الميه بتاعتنا، وحطيت فيها عصره ليمونتين كده صغيرين، ليمون بتاعي صغير شويه، ليمون اللي هو اللي لسه اخضر طالع الايام دي ده، وشويه ملح كده، واحط نقطه زيت كمان عشان يدي ايه لمعان وحلو كده، ويخلي ورق العنب بتاعك يبقى حلو كده. ونجيب ورق العنب بتاعنا ونغسله. احنا كنا مفرزين معانا ورق عنب قبل كده، بس الورق العنب بتاعنا النهارده ورق طازه. ونغسله كويس قوي ونصفيه بقى من اي تراب او اي حاجه. وانا بعمل كده الكبشه بتاعتي وقعت من الايد بتاعتها، مش مشكله. بنجيب بقى ورق العنب بتاعنا كده، وبنحطه في الميه بتاعتنا، بياخدش وقت طويل. وبعد كده بنطلعه بنصفيه، بنحطه في مصفى كده، ما بنحطوش في ميه ساقعه بعد كده ولا حاجه، عشان ما ينزلش المزازه بتاعته ويغير في الطعم بتاعه. سلقنا ورق العنب. تعالوا بقى علشان نعمل البتنجان بتاعنا. كنت جايبه كمان كده كيلو ونص كمان من البتنجان، ومقوراهم زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. وبنقعه شويه في الميه والملح، علشان قلب البتنجانه لو فيها سواد، لو فيها اي مراره او اي حاجه من دي، بتروح مع مع الميه اللي انت بتنقعاها فيها. يعني انت وانت بتقوري كده بتكوني حاطه بوله او وعايه جنبك كده، وتحطي فيها شويه ميه وملح، واللي تقوريه بترميه في قلب في قلب الميه والملح اللي انت حطاها جنبك دي. على ما بتخلصوا كله تقوير، بتلاقي اول البتنجان اللي انت قورتيه، يعني نزل الميه السوداء اللي فيه، وتلاقي طعمه، يعني شكله بقى حلو كده، يعني شكله رايق وحلو كده. بعد كده بنغسله بقى، وبتسيبيه في الميه والملح دي شويه، لما لحد ما كله بقى يبقى زي بعضه كده، بينزل السواد والمراره اللي في قلب البتنجانه. بعد كده بقى بنغسله، وبنجيب بقى حله كده، الحله اللي انا كنت سالقه فيها ورق العنب ده، وبحط فيها شويه زيت، ما بحطش زيت كتير. وبننزل بقى بالبتنجان بتاعنا، بنصفيه من الميه اللي فيه كويس قوي علشان الطشطشه والبهدله. ولما تيجي تقلي البتنجان، يفضل تقليه في حاجه، في وعايه، يعني في حله او طاسه يكون جدرانها عاليه، علشان الطشطشه والبهدله اللي احنا عارفينها بتاعه الزيت دي. واقول لك على حاجه كمان، حطي رشه ملح كده مع البتنجان وانت بتقليه. احنا مش بنقليه تقلي يعني قلي كده تحمير، لا يا جماعه، احنا بنشوحه بس كده. احنا هنا في المنصوره ما بنعملش البتنجان بتاعنا غير بالطريقه دي. محشي البتنجان ما بنعملهوش طري كده، لا. في ناس بشوف ناس كده تعمله يقوروه وينقعوه في الميه والملح وبعد كده يحشوه. لا، احنا هنا في المنصوره بنعمل محشي البتنجان بتاعنا بالطريقه دي. لازم نشوحه كده في الزيت الاول، وبعد كده نبرده، وبعد كده بنحشيه. بتاكلي بقى احلى محشي بتنجان، كانك بتاكلي بومبار بالظبط. باشوحه وباطلّعه كده على جنب زي ما أنتم شايفين بالشكل ده كده، وباسيبه يبرد شوية. وبعد كده في الحلة باصفّي بقى الزيت اللي أنتم شايفينه، اللي إحنا كنا مشوّحين فيه البتنجان بتاعنا ده كده، زي ما أنتم شايفين حطيته في طبق كده على جنب. وطبعًا الزيت ده ما بنرميهوش وما بابيعهوش كده للناس اللي بتعدّي في الشارع، لأ، إحنا بنعمل منه صابون وبنستهلكه في حاجات تانية. ما تبيعوهوش يا جماعة، علشان بياخدوه بيكرروه وبيبيعوه لنا تاني، ودي حاجة مضرة لينا ومضرة لصحتنا. في قلب الحلة بتاعتنا بقى بعد ما باصفّي منها الزيت طبعًا، باجيب بنحط بقى شوية زيت صغيّرين كده، أو حتّة سمنة صغيّرة، وبصلاية كده كمان باقطّعها، واللحمة بتاعتي بانزل بقى على زيت وهو سخن كده، بتاخد صدمة، ونشوّحها كده مع البصلاية. وبعد كده بقى أحط شوية ملح وفلفل أسمر. وبعد كده نزلت عليها بقى بلتر كده من المَيّة. والمَيّة بتاعتِك مش شرط تكون مَيّة سخنة، مَيّة ساقعة أو مَيّة سخنة عادي، المتوفّر عندِك، أو مَيّة من الحنفية. وسِبتها بقى مع نفسها كده تستوى، يعني سويتها كده نُص تسوية. بعد كده نقلتها في وعاية تانية وفي نفس الحلة بتاعتنا، علشان مش عايزين نوسخ مواعين كتير. رحت حاطة كده معلقة من السمنة اللي احنا كنا عاملينها قبل كده، اللي هي دهن الخروف او ليت الخروف. وعملتها، حطيت عليها شوية لبن كده، ومعلقتين من القشطة، عملنا منها زي زي السمنة البلدي كده. باخد معلقة كبيرة من دي، وبنزل عليها برضو معلقتين من الزيت، علشان المحشي بتاعنا يبقى له لمعة كده، ويبقى طعمه حلو. وبعد كده بقى بعد ما باسيح السمنة بتاعتي، باجيب بصلتين كبار كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، وباغسلهم كويس أوي، وبنقطعهم بقى. أنا باحب أعمل البصل بتاع المحشي بتاعي، لازم يكون أقطعه بإيدي كده مكعبات، زي طريقة زمان كده، طريقة أمهاتنا وجداتنا كانوا بيعملوا حاجتهم بإيديهم كده، كانت بتبقى مسكرة، وكان بيبقى طعمها حلو. لو أنت عندك كبة بقى ممكن تعملي بالكبة، أنا موجودة عندي الكبة، بس في حاجات يعني معينة كده أنا باحب أعملها بإيدي، باحس براحة كده، وباحس إن طعم الأكل بيبقى مختلف فيها لما تعمليها بإيدك.
بنصلي على رسول الله كده. لو وصلنا بقى لحد هنا في الفيديو فضلا وليس امرا اعملوا لايك واشتراك وفعلوا معايا زر الاشتراك عشان يوصلكم مني كل جديد من فيديوهات مطبخ ام عبد الله. قطعت البصلتين، بصلتين كبار، ولما تيجي تعملي محشي اخدميه وحطي بصل كتير وحطي طماطم وحطي خضرة المحشي. لما بتحطي المكونات بتاعته بتبقى كتيرة بيبقى طعمه حلو قوي وريحته بتبقى جايبة كده لآخر الشارع. بعد كده بقى بعد ما بشوح البصلة بتاعتي بدبلها بس كده ايه نص دبلان كده، بنزل عليها بالبهارات بتاعتي بقى، وما بحطش بهارات كتير للمحشي. هي كمون وكزبرة وشطة وشوية فلفل اسمر بس، وبشوح كله كده مع بعض. وبعد كده بنزل عليهم بقى بالطماطم. معلش خطوة الطماطم دي ما كانتش يعني ايه، جت في الكاميرا بتاعتي كانت فصلت مني. الطماطم بتاعتي بتبقى مسبكه وبعينها كده في الفريزر، بتبقى جاهزه يا دوبك كده اطلعها احط الكيس على الايه، على الطبخه بتاعتي. طبعا المحشي بيبقى كتير شويه، ببقى عين ايه اخزن الكيس بتاع المحشي، ببقى معلماه كده يعني بيبقى كبير شويه عن اي طبخه تانية. بحط الطماطم بتاعتي واسيبها تفك بس كده وتاخد غلوتين، وبعد كده بنزل عليها بخضره المحشي بتاعتي، كزبره وشبت بيكونوا مغسولين ومتقطعين طبعا. والرز المحشي بتاعنا بنغسله وبنصفيه. عشان تعملي محشي لو هتعملي كيلو من المحشي بنحط له بصلتين كبار، وبتحطي له كيلو وربع او كيلو ونص من الطماطم، وحزمتين كبار من الشبت والكزبره. والبهارات بقى بتحط معلقه الا ربع من الكزبره يعني نص معلقه كده من الكزبرة الناشفة، ونص معلقة من الكمون، ونص معلقة كبيرة يعني أو معلقة صغيرة. يعني معلقة صغيرة من الكمون ومعلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة المطحونة ومعلقة صغيرة من من الشطة أو الفلفل الأسمر. ممكن تحط يعني شوية زعتر بيديله طعم وريحة حلوة قوي برضو لو عندك زعتر. غير كده بقى ما تكتريش من البهارات علشان ما يتغيريش طعم المحشي وتخرج لطعم حاجة تانية. والبهارات لما بتكون كتيرة في قلب الأكلة بتاعتك ما بتبقاش ما بتديناش الطعم، بتحس ان انت بتاكلي بهارات كده. وبنحط الملح بتاعنا طبعا، وبنشوح الرز بتاعنا لازم يكون متصفي من المية اللي فيه علشان الصلصة بتاعة المحشي تبقى باينة على الرز بتاعك. وبشوحه، لازم اشوح الرز بتاعي في قلب الصلصه كده دقيقتين 3 كده على نار هاديه. ما ينفعش تسيبيه على النار وتروحي تعملي اي حاجه تانية، تشتغلي في اي حاجه تانية عشان ما يشربش منك، لان الرز اللي بيبقى فيه طماطم ده اقل وقت واقل حاجه بتلاقيه شك كده او مسك في ارضيه الحله وشاط منك. فتكوني واقفه كده وعلى نار هاديه تقلبي حاجتك كده وتاخدي بالك منها. كده عملنا خلطه المحشي ما شاء الله، شكلها وريحتها وطعمها جميل جدا جدا. واللحمه بتاعتي استوت معايا نص تسويه. بجيب بقى الصينيه اللي انا هحشي فيها او احط فيها المحشي بتاعي علشان اوفر في وقت بقى ومواعيني ومجهودي. وقمت جايبه بصلايه كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده اهو، وبصل وبتاع بصلايه وبطاطسايه، وبخرطهم كده بخرطهم شرايح زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. وبرصهم بقى في ارضيه الحله. ممكن ترش عليهم رشه كمون او تدعكيهم برشه كمون، بس انا ما عملتش كده، واكتفيت بان بان البهارات بتاعه المحشي او خلطه المحشي كده كده هتنزل عليهم وهتغير من طعمهم. بنجيب بقى عيدان اللي هي عيدان الكزبره وعيدان الشبت والكزبره اللي احنا بنعملها بيبقى فيها عيدان كده طويله كده في اول العود. طبعا دي ما برميهاش. وطبعا عيدان ورق العنب ممكن تجيبيها وترصيها، بس انا ما حطيتش عيدان ورق العنب النهارده. واللحمه بتاعتي زي ما انتم شايفين بعد ما استوت نص تسويه كده جبتها ورصيتها في ارضيه الصينيه بتاعتي. نيجي بقى للمحشي بتاعنا نعمل بنجيب ورق العنب بتاعنا. لو الورقه بتاعتك كبيره بتقسميها على نصين زي ما انتم شايفين كده، وبتحشيها بالعرض بتديكي نفس النتيجه كانها ورقه كبيره بالظبط. زي ما قلنا ورق العنب بتاعنا بنيجي نحشيه بقى بنعمله بيبقى فيه له كده جنبين، جنب خشن وجنب ناعم. الجنب الخشن ده بيبقى جوه والجنب الناعم هو اللي بيبقى بره. وبتحشي الورقه بتاعتك طبعا زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، بنفردها على ايدينا. في ناس بتبقى تحط بقى تحط طبق كده وتحط المحشي عليه وتفرد. انا ما بعرفش اعمل غير بايديا كده. وترص بقى ترص. ممكن تاخدي الورق ده قصدي العيدان بتاعت ورق العنب دي وتحطها كده في أرضية المحشي مع البصل والبطاطس، برضو بتدي طعم حلو قوي. والمزازة اللي فيها كده بتطغي على على المحشي وبتديله طعم ونكهة حلوة قوي. عايزه اقول لك بقى على حاجه، العيدان بتاعت الورق العنب دي مفيده جدا جدا برضو. ممكن تاخديها كده وهي طريه، تغليها في شويه ميه وتشربيها الصبح كده على غيار ريق. للناس اللي هي بتعمل رجيم بتبقى حلوه جدا ومفيده للتخسيس، تخسيس البطن بالذات.
أهو الورقة بتاعتي على حسب الورقة بتاعتي، لو الورقة بتاعتي كبيرة باقوم قاسماها 2 علشان ما وأنتِ بتاكلي المحشية بتاعتِك ما تحسيش إن هي تبقي إن أنتِ بتاكلي ورقة كده، لأ باقوم قاسماها 2 وباقوم جايباها برضه بالعرض كده، وباقوم يعني قلباها وعاملاها محشيتين 2. لو الورقة بتاعتِك صغيرة اعمليها محشيّاية واحدة بس. لو عندِك بقى ورقتين صغيّرين كده أو ورق متقطّع رُصّي بقى يعني إيه، حُطّي ده على ده كده وضبّطي المحشية بتاعتِك بحيث إن أنتِ ما تهدّريش ورق كتير، وفي نفس الوقت حاجتِك كده إيه، ما تخسريش منها حاجة، لإن الحاجة غالية وبنشتريها بالفلوس وكده. فطبعًا لازم الست تكون إيه، مُدبّرة كده وتكون إيه، عاملة حسابها إن هي إيه، ما تخسّرش حاجتها وما تهدّرش من حاجتها حاجة. بنفس الطريقة زي ما أنتم شايفين بالشكل ده كده باكمّل ورق العنب بتاعي محشي، وأنتِ بتحشي طبعًا تكون إيدِك نضيفة كده، وفي نفس الوقت المحشية بتاعتِك تطلع من تحت إيدِك متسوية كده وإيه، ومترتبة ومتهندمة زي كده، وما تخلّيش المحشية بتاعتِك تبقى كلّها رُز كده ومتعاصة رُز من برّه ومن جوّه، الرُز ده هيستوي عليها وهيخلّي شكلها إيه، مش كويس خالص. فالمحشية بتاعتِك تبقى نضيفة كده من برّه ومن جوّه، وأنتِ بتحشي طبعًا تكوني أنتِ اللي بتضبّطي بقى وتنظّمي حاجتِك وكده. بنفس الطريقة دي بقى هاخلّص بقية المحشي بتاعي، وهنرجع نكمّل الفيديو بتاعنا. عملت شوية طبعًا من المحشي وأنا واقفة كده على البوتاجاز، ولقيت رجليّا وجعتني ما عُدتش قادرة واقفة، فقُمت واخداه ورايحة قاعدة في الصالة كده على الترابيزة، وقُمت إيه قاعدة مكمّلة بقية المحشي بتاعي. حشيت وحش ورق العنب زي ما أنتم شايفين بالشكل ده كده، وإيه البتنجان بتاعي كان هو يا دوبك كده كان حوالي كيلو كده، رُحت إيه جايباه بقى في أول المحشي بتاعي، ممكن تحطيه في نُص المحشي كده مع ورق العنب، أو ممكن تحطيه تحت، وممكن تحطيه فوق زي ما أنتِ عايزة على حسب إيه أفراد أسرتِك ما بيحبوا. أنا حطيته كده على الوش لإن هم عندنا بيحبوا إيه محشي البتنجان الأول، فحطيته على الوش عشان وأنتِ بتقلبي الصينية بتاعتِك كده يبقى إيه يبقى ظاهر معاكِ. البتنجان بتاعنا يا جماعة جربي تعمليه بالطريقة دي، شوحيه قبل ما ايه قبل ما تحشيه بيبقى جميل جدا، بيبقى زبدة كده، واحنا هنا في المنصورة ما بنحشيش البتنجان غير بالطريقة دي. باشوف ناس تانية بتقوم مقوراه كده وتحشيه على طول، وبعد كده بيقوموا إيه محمّرينه شوية كده بعد التسوية، بس إحنا هنقعد بقى نلبخ نفسنا ليه؟ إحنا بنجيبه بنشوّحه كلّه مع بعضه كده تشوية أو تتبيل كده أو تصفير زي ما أنتم شايفين البتنجانة بتاعتي، يعني هي مستوية وفي نفس الوقت ما هياش واخدة لون، مش محمرة ولا ناشفة منِّك، بتيجي تسويها بقى كإنِّك كده بتاكلي محشي ممبار. جميل جدًا، جدًا، جرّبيه بالطريقة دي هيعجبِك وقولي لي رأيِك في التعليقات. خلّصت المحشي بتاعي أهو زي ما أنتم شايفين رصيته كلّه كده في الصينية بقى، حطيت اللحمة كده في الأرضية ومحشي ورق العنب فوق، وحطيت البتنجان في النُص، وكان عندي شوربة كده كيس شوربة في التلاجة في الفريزر، بحيث إن أنتِ أمّا تكوني هتعملي إيه أكل في صينية وكده واللحمة بتاعتِك مش هتطلّع منِّك شوربة كتير، بتقومي إيه بتكوني مخزنة وعاملة حسابِك للحاجات اللي زي دي. طلّعت كيس كده وقُمت مكمّلة على الشوربة، يعني إحنا سوّينا اللحمة نُص تسوية ما كناش حاطين شوربة كتير، كمّلت ده على ده ورُحت جايبة معلقتين كده من دبس الرمان بيدّي نتيجة حلوة وطعم حلو أوي لمحشي ورق العنب. ورُحت كده بالكبشة زي ما أنتم شايفين ومسقسقة بقى الإيه، حاطة العقد بتاع المحشي بتاعنا بالشوربة بتاعتنا. طبعًا لو عايزة المحشي بتاعِك يبقى إيه، يعني يبقى طري كده، في ناس بتحب الأكل بتاعها يبقى أنواع كده، لو عايزاه يبقى مفلفل ما تحطيش المحشي بتاعِك شوربة كتير أو ما تغرقيهوش بالشوربة كتير. وطبعًا كان المفروض إن أنا أحطه في الفرن بتاع البوتاجاز، بس نسيت طبعًا خالص، اتشغلت كده في حاجة ونسيت إن أنا أحطه، ورُحت مولعة عليه البوتاجاز وسِبته وخرجت، ونسيت إن أنا عاملة محشي أصلًا. والحمد لله قدّر الله ما شاء فعل، يعني إيه، جيت أبُص بقى لقيت المحشي بتاعي يعني اتحرق منّي شوية، الصينية زي ما أنتم شايفين من الجنوب كده، بس الحمد لله قدّر ولطف. آآ الصينية بتاعتي أهي ما شاء الله، المحشي يعني إيه من الجنوب هو محروق شوية من الجنوب، بس يعني إيه، لحقنا الموقف يعني، ومن النُص المحشية بتاعتِك بس مستوية وحلوة أوي. قلبتها طبعًا في الصينية حبة البطاطس بقى، البطاطساية والبصلاية طبعًا هُم دول اللي اتحرقوا، وزي ما أنتم شايفين كده من الجنوب يعني إيه كانت مسكت شوية، واللحمة بتاعتي طلعت محمرة ما شاء الله، اتحمرت يعني أهي، يعني الحرق ده بقى استفدنا منه بحاجة. والمحشي بتاعنا طالع جميل أهو. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتراك وفعلوا معايا زر الاشتراك عشان يوصلكم منه كل جديد. شكرًا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.